يا صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد وفكرة جديدة من الافكار اللي موجودة في المطبخ عندنا واللي ما ينفعش ان هي تتقطع من عندنا خالص. فكرة جديدة ويوم جديد، وتعالوا مع بعض نبدأ النهاردة الفيديو بتاعنا. بصوا زي ما انتوا شايفين كده الفلفل الاحمر. بصوا صيف شتاء الفلفل الاحمر ده المفروض ما يتقطعش من عندكم تماما تماما. ليه؟ مش قادرة اقول لكم على كمية القيمة الغذائية اللي موجودة في الفلفل الاحمر ده قد ايه، كمية نسبة الحديد، نسبة الفيتامينات اللي موجودة قد ايه. وعلشان هو غالي وصعب جدا ان احنا نجيبه في كل السنة، لانه في الشتاء بيوصل ل70 و80 جنيه، وساعات في اماكن بيوصل فيها الكيلو بتاع الفلفل الاحمر او فلفل الالوان اللي احنا بنشوفه دوت بيوصل ل120 جنيه. فعلشان احنا طبعا هيبقى غالي علينا طبعا طول السنة، فنعمل ايه؟ نجيبه في الوقت اللي هو بيكون فيه صيف. يعني حاليا احنا دلوقتي ما دخلناش في الشتاء، دلوقتي حاليا هو آم، يعني تعتبر انا حاليا دلوقتي في الصيف. فانا بجيب منه زي ما انتم شايفين كده كميات كبيره، ممكن توصل ل10 كيلو مثلا 15 كيلو على حسب استخدامك. وعايزه اقول لكم بقى الفكره بقى الجهنميه او الافكار اللي هنطلع منها من الفلفل الاحمر ده، افكار جهنميه، افكار خطيره بدخلها في 3/4 الاكل بتاعي. اول حاجه خالص انا ببتدي ان انا اقطعه كده، لان انا بغسله كويس جدا وبصفيه، وما بشيلهوش بقى كده في الديب فريزر مثلا او في الفريزر بتاعي، لانه بياخد مكان كبير. وانا مثلا لو جايبه 15 كيلو او 10 كيلو بياخد طبعا كميه كبيره، وبياخد كمان المساحه بتبقى ممكن ياخد لي درج كامل. فلا انا ما بعملش كده. انا هقول لكم على طريقه حلوه جدا وفي نفس الوقت هي سهله. انت هتتعبي يوم لكن انت هترتاحي السنه كلها. على حسب بقى انت يعني انا بالنسبه لي 10 كيلو حلو قوي بالنسبه لي، في ناس تانية 5 كيلو، في ناس تانية 15. على حسب استخدام الفلفل الاحمر او الفلفل الالوان. انا النهارده ابتديت بالفلفل الاحمر. انت لو عايزه تعمليها في الفلفل الالوان انا بعملها كمان، يعني انا كنت عاملاها من كام فيديو في الفلفل الالوان لما كان كمان ارخص من كده. يعني انا جايبه الفلفل اللي هو الالوان كنت جايباه كيلو ونص بالعشرة، وبينزل كمان في الاسواق ل5 جنيه كمان. دلوقتي انا جايبه كيلو ب10 جنيه. هاتيه دلوقتي لانه بيغلى على الشتاء، هتلاقيه بيوصل ل70 و80 جنيه، وفي اماكن زي ما قلت لكم بيوصل ل120 جنيه. طيب هبتدي بقى اعمل ايه؟ اطلع منه بقى يعني زي ما بيقولوا كده الزبد كلها. طيب انت بتستخدميه في ايه؟ اولا انا بستخدمه في جميع الاكل اللي انت ممكن تتخيليه. يعني بصوا لا يمكن تتخيلوا، انا بستخدمه كمان على فكرة يا بنات في الرز. والله. بصوا ما انا قلت لكم ان النهارده الفيديو فيه افكار حلوة جدا. اولا انا لما باجي اعمل رز بسمتي ما بعملوش زي المطاعم اللي هو الرز البسمتي العادي الطبيعي ده، لا. انا دايما بعمله رز بالخضار. يعني ايه؟ يعني بشوح حتة بصلاية كده مع التوابل مع جزر وبسلة، وبحط معاهم كمان فلفل الوان، وبشوح كل دوت، وبنزل الرز البسمتي وباخد له تشويحة في كل اللي انتوا يعني كل اللي انا قلته ده كله باخد له تشويحة واعمل المية. عايزة اقول لكم مش قادرة اقول لكم على كمية الفوائد وكمية القيمة الغذائية اللي موجودة في الرز ده. الرز ده لوحده لو اتاكل جنبه سلطة خلاص كده انت كلتي يعني زي ما بيقولوا كده، او مثلا جنبي شريحة فراخ مشوية، خلاص كده انت حتى كمان انت مش ممكن كمان تعملي سلطة. يعني انت لو ما عملتيش سلطة مش مشكلة. ليه؟ الرز فيه البصل، فيه البهارات والتوابل بتاعتك، فيه الخضار اللي هو الجزر والبسلة، وكمان في الفلفل الألوان. وما أدراكم ما الفلفل الألوان والفوايد والفيتامينات اللي موجودة في الفلفل الألوان عاملة ازاي. طيب بتقطعيه ازاي؟ زي ما انتوا شايفين كده انا بقطعه مكعبات صغيرة. ده بالنسبة للرز. الرز ده عندي عايزة اقول لكم طول الصيف انا بستخدمه جنب ايه بقى؟ جنب كبدة مشوية، جنب فراخ مشوية، كفتة مشوية. بصوا جنب اي حاجة بستخدمه. طيب حاجة كمان انا بستخدم كمان الفلفل اللي هو الشرايح، يعني بقطع منه ده كده الجزء اللي هو بتاع المكعبات. الجزء بقى بتاع الشرايح، الجزء بتاع الشرايح بستخدمه لو بعمل جنبيه مثلا كبدة، اللي هي الكبدة الاسكندراني، انا بعملها بالفلفل الالوان عشان ازود من القيمة الغذائية بتاعتها كمان.
كمان بستخدمه في السجق الاسكندراني، برضو بحط معاه فلفل الوان، بيبقى رائع، بيبقى جميل جدا والولاد بيحبوه، وبيبقى وجبة غذائية متكاملة. يعني انا بعمله وبعمله في السندوتشات بتاعة العيش البلدي، وبيبقى وجبة متكاملة. اولا السجق انا بجيبه من جزار بيكون موثوق منه. ثانيا العيش اللي هو فيه نسبة النشويات مع نسبة اللي هو الكربوهيدرات، مع الخضار اللي هو بقى جنبيه، اللي هو بقى بيبقى الفلفل الالوان والبصل. فبتبقى وجبة غذائية متكاملة. كمان مش هتصدقوا انا كمان بدخلها في ايه، بدخل كمان الفلفل الاحمر ده في هريسة الشطة. انا بحب دايما هريسة الشطة ما تتعملش حراقة قوي، لا انا بحب ان هي تتعمل باردة على حراقة. فدايما هتلاقوا عندي هريسة الشطة مش حراقة اللي هو السك، لا هتلاقوها ايه، اللي هو فيها سنة حرقية يا دوبك تدي للطعم، يعني الاكل كده طعم. حاجة بقى، ودي بقى كنت مخليها للآخر، وهي أنا بستخدم الفلفل الأحمر ده. بصوا، في يعني كل الحاجات الأفكار اللي أنا قلتها في آخر يعني في أول الفيديو ده كوم، والحاجة اللي أنا هقول لكم عليها دي بستخدمها، وعايزة أقول لكم بتدخل في جميع الأكل، صيف شتاء بتدخل في جميع الأكل. طب إيه؟ بدخلها في الصلصة. أنا بعملها زي بيوريه كده، ما بحطش فيها ولا نقطة مية، لأن الفلفل ده الله أكبر عليه بيبقى تخين ومليان ميه، مش زي الفلفل بتاعنا البلدي اللي انت لازم تحطي له ميه، لا. الفلفل ده بيبقى جواه ميه كتير جدا، فهو لوحده لو انت طحنتيه بيبقى عامل زي البيوريه. البيوريه ده بقى انا بخزنه، واطلعه بقى امتى؟ اطلعه لما اشتري طماطم ما بتكونش حمرا قوي، او حتى لو والله لو حمرا قوي برضو بدخل معاها زي 3 4 معالق كده من الفلفل. اولا بيحمروا الطماطم جدا وبيحمروا لي الصلصه جدا، ثانيا بيعملوا قيمة غذائية مش قادرة اقول لكم ساعة تسبيكة الطماطم. بصوا دي بتبقى في حتة تانية خالص. فبصوا، الفلفل الاحمر ده لازم يكون موجود في كل بيت، لازم يكون موجود عندك في الفريزر بتاعك طول السنة. انا عملت منه البيوريه، عملت منه اللي هو الترانشات اللي هو الجوانح، وعملت منه كمان المكعبات، لا غنى عنه طول السنة. بصوا بقى شكله، ودايما هاتوه في الوقت اللي هو بيكون رخيص فيه. طبعا انا قلت لكم ان هو بيبقى فيه اوقات غاليه وفيه اوقات رخيصه، اي خضار كده خدوا بالكم، دايما هاتوا في الوقت الرخيص وهاتوا وخزنوا عندكم. بصوا بقى شكله في الاخر عامل ازاي، ده بقى الجزء اللي انا بقول لكم عليه، ده بقى اللي هو الطرنشات. وكمان بصوا انا عندي الاكياس بقى اللي هي سريعه الغلق دي، بتبقى حلوه جدا، ما بتدخليش نقطه فتفوتة هوا ولا فتفوتة تلج، فالحاجه بتفضل لحد الاخر فريش الحمد لله. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف عليكم، وبرضو كنت عامله لكم فكره حلوه جدا في الفيديو اللي فات، واللي هو بديل السمنه البلدي، برضو للناس اللي ما دخلتش شافت الفيديو اللي قبل ده. برضو بصوا عايزه اقول لكم فايتها كتير. لحد هنا بقى ويكون الفيديو بتاعي خلص، ولو عجبكم الفيديو قولوا لي في التعليقات، واشتراك في القناه، واي سؤال انا بنفسي اللي هرد عليكم في التعليقات ان شاء الله باذن الله. وعايزه اقول لكم ان بصوا دي فكره من الافكار الحلوه قوي، وان شاء الله كل يوم هعمل لكم فكره جديده. طبعا ده بجانب الروتينات بتاعتنا، مش هوقفها ان شاء الله باذن الله.